وانا راكب الميكروباص بتصفح في السوشيال ميديا بتاعتي عادي، سمعت واحد بيقول السويس بلد الغريب. بس ليه السويس بلد الغريب؟ قلت اكيد الموضوع وراه لغز ولازم ابحث عنه. وبعد رحله من البحث لم تدم 5 دقايق لقيت اجابه بتقول ان اغلب شعبها مش سويسه، عشان كده اتسمت بلد الغريب. هو اي نعم، يعني اغلب السويس مش سويسه، بس مش دي الاجابه. قديما وفي عهد الدوله الفاطميه كان في شويه ناس اسمهم القرامطه، دول هجموا على مدن المسلمين ودخلوا مكه ولعبوا في مقدساتها. وسمع بالكلام ده عبد الله المهدي، وبيني وبينك كده ده مؤسس الدوله الفاطميه. لا، وسمع كمان ان هم هيهجموا على مصر. اتعصب عبد الله المهدي جدا وراح نده على قائد اسمه عبد الله الغريب، وامره ان هو ياخد جزء من الجيش وينزل يتصدى للقرامطه في السويس. وبعد شويه قتال وشجاعه استشهد عبد الله الغريب، لكن قدرت الدوله الفاطميه تتصدى لخطر القرامطه. اما لقب الغريب ده اطلقوا عليه شعب السويس، لان هو ما كانش سويسي ولا ما كانش مصري، وكان بيدافع معاهم اكنه واحد